هذا الشيء علاش خصك دائما قبل ما تنتقل لشي دار تسول عليها مزيان باش ما يوقعلكش كما وقع لهاد السيده هي والعائله ديالها. القصه بدات منين هاد السيده هي والعائله ديالها انتقلوا لواحد الدار جديده كاينه في منطقه سكنيه ما فيهاش بزاف ديال الناس. كانت الدار كبيره وزوينه وعاجباهم وفرحانين حيت بغاو يسكنوا فيها. وفي الليله الاولى كانت السيده ناعسه في فراشها وحست بشي حاجه ثقيله كاينه جنب الفراش بحال شي واحد كان جالس عليه. فتحات عينيها وقالت يمكن بنتي الكبيره اللي جات تجلس حدايا كما العاده، ولكن منين دارت ما لقات والو. غمضات عينيها وكملات نعاسها وقالت غير انا يمكن اللي كيتخيل ليا هذا الشيء. ولكن المفاجاه هي ان هذا الشيء بدا كيتكرر كل ليله حتى بدات كتحس ان شي حد كينعس حداها وحتى النفس ديالو دائما معاها فين ما مشات. ولاحظات ان بنتها الرضيعه كتشوف في السقف وكتحول عينيها اليمين واليسار وكتشير بيديها بحال كتتبع وكتراقب الحركه ديال شي واحد، رغم ان الغرفه كانت خاويه. ومن هنا بدات كتحس ان هاد الدار فيها شي حاجه ماشي هي هذه. وبعد واحد المده جات عندها صاحبتها الزياره وقالت لها مع الدخل لهاد الدار حسيت بها غريبه وغير مريحه نفسيا بحال مسكونه. السيده زادت تخلعات وحاولت انها تنسى وتجاهل هاد الفكره ويهضروا في شي حاجه اخرى. وبقاو كيهضروا وتفاجات بسؤال صديقتها على الدري الصغير اللي كيلعب مع بنتها في الغرفه ديالها. وقالت لها شمن دري صغير؟ انا عندي غير جوج بنات، وحده كبيره وحده رضيعه. وجاوبتها انها شافت الدري الصغير واقف حدا الشطر جملي على الشارع ملي كانت داخله للدار. السيده زادت تخلعات وقالت لصاحبتها انا ما يمكنش ليا نزيد دقيقه في هاد الدار. وفي ديك اللحظه جمعوا الباكاج ديالهم ومشات مع صاحبتها.